يا كرنك راح جيجا مشوار ورايح وراجع على طول. اي حد يسال عليا اقول له راجع على طول. سلامة الله يا حجيجة. السلامة. انا عايز افهم انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ قصرت معاكم ايه؟ اللي بيطلب فيكم جنيه انا بديله 100. بيحصل وما بيحصلش؟ بيحصل. ناقصكم عشان تفرحوني. انا عايز افهم ولا حاجه. انا كأب طالب ايه منكم؟ انا مش طالب اكتر من اللي اي اب بيطلبه من عياله. لا انتوا تردوا عليا بدل ما اقلم لكم كل واحد قلمين. سامعين ولا لا؟ يا بابا احنا بنذاكر ومع ذلك درجاتنا مش كويسه. بابا انا ساعات ما ببقاش فاهمه شرح المدرس وبخاف اساله. ليه ان شاء الله بقى بتخافي؟ شغلته مدرس يشرح. ما فهمتيش تقولي له، ما قالكيش تيجي تقولي لي وانا اعرف اتحاسب معاه. مفهوم ولا لا؟ وانت يا استاذ مفيش طبعا تركيز، وتخش اخر السنه مفيش حتى سؤالين تحلهم عشان تفرح بيهم ابوك، صح؟ يا بابا الحكايه مش كده. امال الحكايه ازاي يا اخويا بقى؟ فهمني، انا مؤاخذه انا مش فاهم. اقول له يا هاني بابا احنا بنخاف منك. تخافوا مني انا؟ واللي حضرتك عملته في المدرسه عشان بتخاف مني انا؟ عين صاحبك اللي انت كنت حاطها في المدرسه عشان بتخاف مني انا؟ لا يا بابا انا وقاية كتير بنبقى عايزين نقعد نتكلم مع حضرتك بس حضرتك بتبقى مش موجود. ولو موجود بتبقى عصبي ومكشر وبنخاف نكلمك. وماما بقى مامة انت كمان؟ مامة ايه؟ افتكرنا حاجه عادله يا ماما فاضيه لحد؟ بتقول عني ايه يا استاذ عبد المنعم؟ يا اهلا وسهلا، البيت نور. يلا يا اولاد بسرعه، تورتايه وشمعه، الهان مشرفت. اهلا وسهلا. انت بتتريق؟ بعد كل التليفونات اللي انت اديتها لي دي عايزني اشتغل ازاي؟ ما ينحرق الشغل يا هانم. بقول لك ابنك عايزك، ابنك في مشكله، تسيبي اللي في ايدك وجري على المدرسه. وحضرتك فين يا استاذ؟ عندك ايه اهم من اللي عندي؟ وانت عندك ايه اهم من ابنك يا هانم؟ انا لو كنت اتاخرت عليه اكتر من 10 دقايق كان زمانه مرمي في الاحداث دلوقتي، لولا اني قعدت اكتر من نص ساعه بتحايل على ابو زميله عشان يعدلنا المساله. والحمد لله ربنا سترها. ايه بقى الازعاج اللي انت عامله لنا ده كله؟ ازعاج؟ هقول لك ايه؟ اطلعوا لوقتكم، يلا اطلعوا لكم الرؤى معايا، يلا اتفضلوا يلا. يلا لا استنيني، لسه ما خلصتش كلامي. تعالي اطلعوا يا ولاد انا جايه لكم. افندم خلاص الولاد حاسين ان احنا بعيد عنهم. انا ببقى معاهم في حدود وقتي، الدور والباقي عليك انت. لا يا هانم، لازم تخصص لهم وقت من وقتك، ده اهتمامك الاول والاخير في الحياه. سامعه ولا لا؟ انت ليه بترمي الحمل عليا لوحدي؟ حمل ايه اللي برميه عليكي؟ اي ام في الدنيا بتشيل حمل عيالها وتشيل حمل بيتها. انا ابويا الله يرحمه عمري في حياتي ما قعدت معاه ولا قلت له اسمع لي يابا ولا شيل مشاكل يابا. امي اللي كانت شايله مشاكل بيتي يا هانم. سامعه؟ ابويا الله يرحمه ما كانش حتى يعرف انا في سنه كام ولا حتى في مدرسه ايه. الزمن اتغير يا استاذ عبد المنعم والمسؤوليه دلوقتي بقت مشتركه. معقول ابو الزمن اللي بالشكل ده؟ انت عارفه يا هانم امبارح بالليل لما دخلت على ابنك في الاوضه لقيته بيعمل ايه؟ كان بيشرب سجاير لا مؤاخذه. والمطلوب مني ايه؟ اقعد جنبه ال 24 ساعه عشان اراقبه؟ يعني انت مش فارق معاكي ان ابنك بيشرب سجاير؟ ايوه تراقبيه طبعا يا هانم. ابنك عايزه ايه اكتر من كده؟ اسمعيني كويس يا لقاء، انت لو ما اتفرغتيش لبيتك واخدت بالك من عيالك قسما بالله العلي العظيم. ها كمل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا خارج قبل عصبي ما تفلت واقول كلام ما ينفعش ارجع فيه تاني، وساعتها انا وانتي هنندم قوي. أحلى واحد عصير مانجا لأجمل جيهان في الدنيا. صنع إيد العبد لله. تسلم ايديك يا حبيبي، تعبتك معايا. يا سلام، شفتي بقى يا حبيبتي؟ شفتي لما قمت من سريرك نورتي بيتك ازاي؟ قد كده بتحبني يا فريد؟ اخص عليك يا جيهان، دي تبقى مصيبة لو ما كنتيش حاسة بكده. لا يا حبيبي انا حاسه ومتاكده من ده. ده غير ان انا بحبك. افتكرت حاجة مهمة يا جيجي. لقيت مبلغ ناقص من الفلوس اللي كانت جوه. معرفش انا جايز صرفته ومانيش واخد بالي، قلت تفكريني. لا يا فريد المبلغ ده انا اخدته. يا بابا بس ده مبلغ كبير قوي. ايه يا فريد خساره فيا؟
عموما انا المبلغ اشتريت خلاص 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 يا حبيبتي، انا مش عايز اعرف انت اشتريتي بيه ايه. فلوسي هي فلوسك. بس انت من حقك تعرف يا فريد. وانا قلت لك انا مش عايز اعرف. خلاص. ولعلمك بقى لو كنت عايزه ادي المبلغ ده 10 مرات انا تحت امرك. ياه، معقول يا جيهان بعد العمر ده كله انت لسه ما فهمتنيش كويس؟ انا يا حبيبتي الفلوس ما تهمنيش قوي للدرجه دي. انا كل اللي يهمني سعادتنا وسعاده بناتنا. فريد انا عايزه اقول لك حاجه، اسلوبك ده غلط. بص حواليك شويه، السنين بتعدي بسرعه وانت عندك بنات، وبعد كام سنه كده البنات دول عايزين يتجهزوا، وانت لازم تبقى عامل حسابك على كل ده. يا جيهان المستقبل بيد ربنا سبحانه وتعالى، هو حد عارف بكره هيحصل ايه؟ بس انت برضو لازم تأمن لهم مستقبلهم يا فريد. شوف الناس اللي حوالينا بتعمل ايه لولادها. عموما ما تقلقيش، انا عامل حسابي برضو على حاجات زي كده. وبعدين يا جيهان انا عايز اسيب لبناتي الحاجات اللي اهم من الفلوس بكتير. عايز اسيب لهم العلم، الحب، الخير اللي بحاول ازرعه جواهم. انت زي ما تكون مش من العالم ده يا فريد. بس في كتير قوي في العالم ده زي كده بالظبط. اصل يا جيجي في لحظة واحدة وكل الامور بتتساوى فيها. وصدقيني الفلوس وكل القيم المادية اللي بالشكل ده بتروح لحالها وما يبقاش غير الأصول. أنا هسيبك وأقوم أقعد مع فاطمة شوية علشان عايز أرجع لها درس كده. عايزة حاجة؟ طيب اشربي العصير. عاصم، انا عايز اتكلم معاك في موضوع. تحت امرك يا بابا، اتفضل. انا حجزت عند الدكتور الاسبوع الجاي. ايه خير؟ سلامتك. لا مش حاجة، انا حجزت مش عشاني، علشانك انت ومها. انا مش فاهم حاجه. شوف يا عاصم يا حبيبي، يعني الاطفال في البيت ده شيء مهم جدا، واي زوجه يهمها قوي ان يبقى عندها اطفال عشان تعيش معاهم، خصوصا اذا كانت بتحب جوزها زي مها كده. وانا كمان بحبها يا بابا. بعدين احنا متكلمين في الموضوع ده من زمان، ومتفقين ان احنا نسيب كل حاجه على ربنا. ونعم بالله. بس برضو اسعى يا عبد ونسعى معاك، مش يمكن تطلع حاجه بسيطه وتجيبوا الطفل اللي انتوا عايزينه. وافرض يا بابا طلعت حاجه كبيره واكتشفنا احنا الاتنين ان فينا حد ما بيخلفش.